ذلك إلى ركنية أولى في أحداث هذا اللقاء. روبن نيفيز، سعود إلى روبن نيفيز، عرضية القائم الأول خطيرة لكن الدفاع تدخل. الإبعاد على مرتين، تسديدتها كوليبالي لا زالت داخل منطقة الجزاء عند ميشايل، يحاول بعودة إلى نيفيز، عرضية نحو القائم الثاني خطيرة بالراس وكرة لكن الدفاع يتدخل. وبعد ذلك تغطية تدخل ثم إلى جهة اليسار عن طريق سالم الدوسري، عدى من الأول مرة سالم، عدى سالم مرة سالم، مرة سالم، سالم سالم داخل منطقة الجزاء بكرة لكن الدفاع يتدخل. وفي الأخير الإبعاد بالدفاع، الاتفاق لا زالت عند بيترو والتغطية ونيفيز. يا الله على هذا الضغط الهلالي، قوية من كنو. والتمريرات تغيير اتجاه اللاعب مرة أخرى بالقدم اليمنى، نيفيز العرضية حلوة بالراس يا ولد. موعد فريقا فضربة العارضة تمنع الهدف اللي لعبها فيتينو في مباراة الليلة، بالتالي يضاف إلى الغائبين وأنت تقابل واحد من الفرق المرشحة أيضا للفوز باللقب. خطيرة باتجاه نيفيز، نيفيز نحو مالكم، خطيرة داخل منطقة هلالية، الكرة اليمين، ميشايل على اليمين، عرضية بالراس لكن عالية وبعيدة من ميتروفيتش، بعيدة من ميتروفيتش. في الأخير تحولت إلى ركلة مرمى هلالية في هذه الأثناء. محاولة بتمريرة خطيرة باتجاه ميشيل، تمريرة الرد، نيفيز عرضية نحو القائم الثاني خطيرة بالراس ولكنها عالية واعتنت العارضة من غيره ميتروفيتش في التغطية بنقطة ستكون نتيجة مقبولة. خطيرة إلى مالكم، تسديده يا ولد مالكم. لسه أتكلم على تعادل سلبي لم يحدث، العمل كبير من ميتروفيتش في التحضير، الضربة ولا أروع. 1-0 للزعيم مالكم في أحداث هذه المباراة. الجلاد مالكم، نعم، المركز، التموقع، الذكاء في التحرك بدون كرة، النهايات والروعة، البدايات مذهلة. ماذا عن النهايات بعد ذلك يا مالكم؟ الكرة جميلة من ميترو والضربة هائلة بالقدم اليمنى، يعرف كل سنتيمتر في المرمى ويعرف المرمى جيدا. ياسر الشهراني، ميتروفيتش، روبن نيفيز بتمريرة طويلة نحو مالكم، تغطية تدخل يساعدها بعد ذلك نيفيز، انطلاقة هلالية هائلة خطيرة، نيفيز بالكرة تسديده لكن عدت خطيرة للغاية. روبن قوية لكنها مرت بمحاذاة القائم، هذه خطورة روبن نيفيز لعمل قفزة هائلة للغاية في السنوات الماضية لكن في نسخة دوري روشن الأكبر. خطيرة سعود بتمريرة حلوة ومالكم تسديده لكن الدفاع وكرة عالمي، تورنيدو ومن غيره. روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كورة ولا أجمل ولا أروع، قذيفة رائعة. سالم يعصر التألق والإبداع والإمتاع، وكورة كانت في منتهى الروعة من مالكم أولى. سالم وين أهداف عالمية، عالمية، كرات عالمية، أهداف عالمية، يحب الحلول، يحب الكورة الفاتنة. في هذه الأثناء 2-0 في شوط أول هلالي بصراحة. وأفضل وإياكم شوط أول ينتهي إذا سيداتي وسادتي بهذه الوضعية بأفضل. الفكرة عند جيسوس، كنترول عادة في ألعاب الهواء، لمسة من روبن نيفيز، سالم الدوسري، تحرك ميشايل على اليسار، ميشايل عرضية خطيرة بالراس والإبعاد من حمدان في اللحظة الأخيرة. حمدان هلالي يسعدها بعد ذلك سعود عبد الحميد، كرة لبست فيه قبل خروجها، تحولت إلى ركلة مرمى مع مدربه الجديد روبرتو مانشيني. طويل الكرة، تغيير اتجاه اللاعب، حلوة من جانب كنو على جهة اليسار إلى شهراني، خطيرة نحو سالم الدوسري في مكان خطير، سالم يحاول يمر لكن التغطية دفاعية وبعد ذلك الإبعاد تصل إلى اليمنى. هلالية بعرضية خطيرة وراسية لكنها في يد لمسة، محاولة لمصلحة سالم الدوسري على جهة اليسار، خطيرة هلالية، فرصة هلالية، شهراني بكرة عرضية بالراس لكن عالية وبعيدة من ميشيل. عادية الراس. نشوف ألكسندر حرك القائم الأول، دائما عليه رقابة، العرضية في منتهى الروعة من جانب ياسر الشهراني. ميشيل جناح مهاري موهوب مزعج، سبب مهم من هذه الجماهير
ساهم في سالم الدوسري يلعب الكرة عرضية خطيرة، لكن الرأسية جاءت بعيدة، في الأخير تحولت إلى ركلة مرمى. نيفيز على الجهة اليمنى نحو مالكوم. هلالية فرصة متاحة في هذه الأثناء، الكرة مرة أخرى لسالم مع ميتروفيتش، والثنائية تسديدة جاءت بعيدة من نيفيز إلى ركلة مرمى. كان له دور كبير جدا فيما تحقق لفريقه من نجاحات على كافة المستويات. ناصر الدوسري يحاول بلمسة خطيرة باتجاه الحمدان تسديدة، لكنها مرت بمحاذاة القائم تقريبا دفاع اليمين، محاولة لمصلحته البريك بروعة، مر في الناحية اليمنى، خطيرة هلالية يبحث عن كرة عرضية، تمويه بعد ذلك بعودة للوراء. سلمان الفرج إلى كنو، الفرج تمريرة لكنها ضعيفة، استعادها كنو، تحرك من جانب البريك بكرة عرضية داخل منطقة خطيرة بالراس، فرصة والكرة والثالث للزعيم. نعم نوفيتش ومتابعة 3 أهداف الحمدان ثاني مرة، الكرة في الشباك، هدف هلالي ثالث، يسجل مرة ثانية على التوالي بالنسبة للحمدان وياخذ ثقة أكثر في نفسه. أشار مستشار خوان لابورتا إنريك ماسيب أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد حاول في وقت سابق الحصول على خدمات لامين يامال نجم نادي برشلونة خلال هذا الصيف، كما أشار أيضا إلى أن النادي الإنجليزي قد وضع أعينه على الظهير الأيسر أليخاندرو بدي خلال الصيف الماضي، ولكن النادي الكتالوني قد رفض رحيله. وأكد الصحفي ديفيد سانشيز في راديو ماركا نفس الشيء، مدعيا أن مانشستر سيتي هو بالفعل من حاول إغراء يامال بالرحيل عن برشلونة. بلغ يامال 60 عاما في يوليو في وقت سابق من هذا العام، مما جعله مؤهلا لتوقيع عقده الاحترافي الأول، وفتح الباب أمام الأندية الأخرى لمحاولة إغرائه بعيدا، حيث يحاول السيتي القيام بذلك. وذكر الصحفي أن أبطال إنجلترا وأوروبا بذلوا قصارى جهدهم لمحاولة التعاقد مع يامال من برشلونة، لكن جهودهم باءت بالفشل.